المغاربة الآن يعني يقولون بكل اعتزاز وافتخار نحن أمازيغ، وإن لم نكن نتحدث الأمازيغية فنحن أمازيغ وجذورنا أمازيغية. بهذه المناسبة ولكي لا أطيل عليكم أقول لكم مسكسنون ذميمون ضمبروك ذم سعود هذيك شنكون الصحافة لهنا سنة أمازيغية سعيدة 2974 تدخل عليكم بالصحة ولهنا. شكرا تنبه. راه ما كاينش فينا اللي كتكون الغيطه اللي ما كيتحركش. كذب عليك كذاب نبدا من جده الله يرحمها، امي، خالتي، عمتي، عمي، كلهم خالي حبابي اللي كاينين هنا كلنا ملي كدار الغيطه والا كتحس بواحد. علاش؟ لانها كتحرك فينا واحد الشعور خاص. شريف درداك مدير مهرجان بشيخ للسنة الأمازيغية. كما تعلمون هذه السنة هي سنة استثنائية بامتياز، أول مرة المغاربة سيحتفلون قاطبة من طنجة إلى القويرة وبصفة رسمية برأس السنة الأمازيغية، وذلك بعد البلاغ الملكي السامي القاضي باعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدا عنه إسوة بعيد رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية. أنتم تعلمون بأن مهرجان بشيخ كان يحتفل بالسنة الأمازيغية منذ 2013، وصلنا إلى الدورة العاشرة، وبما أن هذه الدورة هي استثنائية بامتياز فقد قررنا أن نختار تيمة المملكة المغربية أيقونة 28 قرنا من نظام ملكي بشمال إفريقيا، احتفاء بالنظام الملكي الذي نعتز به، وكذلك إبرازا للخصوصيات التي يتميز بها المغاربة والتي جعلتهم متشبثين بالنظام الملكي كخيار سياسي وحيد وأحد لاستقرارهم الاجتماعي والسياسي. ستكون هناك ندوة لمناقشة هذه المسألة بحضور ثلة من الأساتذة من المغرب ومن أوروبا. كذلك يوم غد إن شاء الله ستكون هناك قراءة في كتابين يهمان منطقة صنعاج السراير. الكتاب الأول هو حول دور الزاوية الخمليشية في حرب الريف التحريرية من تأليف الدكتور نور الدين خمليش، وكذلك كتاب بأمازيغية صنعاج السراير هو أول كتاب من هذا النوع يعني للدكتور عبد الله إقلا يتحدث فيه حول الحياة الثقافية واللغوية لصنعاج السراير واسمه أزاد نوال. في المساء ستكون هناك ندوة من تنظيم مجلة تدغين للأبحاث الأمازيغية والتنمية بعنوان الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمزارعي القنب الهندي، خصوصا وأن منطقتنا معروف بهذه الزراعة، وخصوصا وأن المغرب أقرت تشريعا يسمح لمزارعي أقاليم شفشاون وتونات والحسيمة بممارسة هذه الزراعة لإنتاج القنب الهندي المشروع لأغراض صناعية وطبية. كما سنختتم يعني أعمالنا بورشة تكوين يوم الأحد حول يعني نفس الموضوع، وهو الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمزارعي القنب الهندي. هدى الخمليشي، فنانة تشكيلية. جد سعيدة بالمشاركة ديالي في مهرجان بشيخ في دورته العاشرة لهذه السنة اللي مقام بمدينة طنجة، وكنشارك في معرض تشكيلي جماعي بلوحتين. لوحة عبارة عن بورتري لجلالة الملك نصره الله والمولى الحسن حفظهم الله. فاخترت ان على حسب الشعار ديال المهرجان اللي هو عباره عن المملكه المغربيه ايقونه 28 قرنا من الحكم الملكي بشمال افريقيا. وجاتني الفكره انه احسن فكره تكون هي هذه. وبالنسبه للاسلوب الفني كيتميز بالحروفيه، يعني هو بورتري ولكن منقوش بالحرف، فيه الحرف الامازيغي تيفينا هو الحرف العربي، حروفيه مبعثره بالنقش، وكتعبر على التزاوج ما بين الثقافتين العربيه والامازيغيه اللي كتشكل الهويه الوطنيه ديالنا كمغاربه. وجيت سعيده بالمشاركه ديالي في هذا المهرجان، وكنتمنى له الاستمراريه والنجاح ان شاء الله. تماما. فهذا ايضا كنشكرك على انك فكرتني في هذه النقطه، لانها هي تكريم لصاحب الجلاله بهذه الخطوه اللي قام، اللي طبعا كنشكروه عليها، وجد فرحانين ومسرورين بهذا القرار.